السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من السهير، عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ بقى في آخر درس خالص، اللي هو في آخر باب في منهج تالتة إعدادي، وهو درس الهرمونات. الحمد لله وصلنا للنهاية وتمت بحمد الله. يا رب يكونوا مخلصين القديم، يا رب يا رب يا رب ما تبقوا مراكمين عليكم حاجة، ويبقى ان شاء الله كده الدنيا سهلة معاكم في الامتحانات. أول حاجة حابة بس أتكلم معاكم في كذا نقطة كده سريعا. بالنسبة للناس الأزهرية أو الناس اللي امتحاناتها في أقاليم بدري شوية، فما تقلقوش، احنا كده كده هننزل المراجعة بدري قبل الامتحانات كلها. هحاول أنزل لكم مراجعتين، المراجعتين دول واحدة هتبقى شرح أهم النقط، والتانية هتبقى حل أهم النقط والأسئلة متوقعة بإذن الله. الفيديوين هيبقوا لذاذ جدا، ممكن أخليهم 3 لو عايزة أصغر كمدة، بس في الملخص يعني لما أقول لكم خلاص بقى دي المراجعة دي هتبقى مهمة جدا جدا، وبرضو هيبقى الدنيا ملمومة زي الترم اللي فات، ويا رب يبقى نفس نتيجة الترم اللي فات معاكم، وكده كده هتبقى يعني، بس يا رب في كل حاجة. آخر بقى درس اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة هو مش صعب خالص، كل الفكرة بس محتاج ان انت تخلص الفيديو، تقعد تقرأ الدرس، مش هقول تحفظ، تقرأ لما أهم النقط. يعني احنا هناخد كذا حاجة. غدة بتطلع هرمون، الهرمون بيعمل وظيفة، لو الهرمون ده فيه مشكلة هيحصل أضرار كذا أو كذا، فانت هتعرف النقط دي، هتلمها في ورقة فلوسكاب، تلعثم بلا سبب، ما علينا. هتلم النقط دي في ورقة فلوسكاب، تبقى تراجعها ليلة الامتحان، مفيهاش أي حاجة صعبة بإذن الله. وحتى الأسامي مش تقيلة قوي، وانتوا بتعرفوا تقولوا ما شاء الله أسامي أتقل من كده بكتير، فالدنيا تبقى سهلة. تعالوا بقى نبدأ على طول كده ونقول بسم الله. طب الدرس بقى بيقول لي ايه سنة تالتة؟ أول حاجة إن احنا عندنا جسمنا اللي بيتحكم فيه جهاز اسمه الجهاز العصبي، وده كلام احنا عارفينه. يعني أنا مثلا عايزة أقوم أجيب حاجة، عايزة أجيب تليفوني من على الترابيزة، الوضع ده مش سهل، يعني مش سهل ان انا امشي لحد التليفون واجيبه كده، لا ما بيتمش كده. انا اللي بيتحكم في جسمي جهاز اسمه الجهاز العصبي، بيتكون من المخ والحبل الشوكي والاعصاب. طب ايه اللي بيحصل؟ انا عايزه اجيب التليفون، فالمخ بيدي اشاره للعين ان هي عبر الاعصاب، يعني المخ طلع اشاره مشيت في الاعصاب وصلت لمين؟ للعين. العين تحدد مكان التليفون اول حاجه، تمام، حددته، الاعصاب تروح للمخ، خلاص احنا عرفنا مكانه، فالمخ يدي إشارة تانية للرجل عبر الأعصاب اللي بقى بتمر بالحبل الشوكي، فتعدي الأعصاب تروح للرجل والإيد، فالرجل تنقبض وتنبسط، وإيدي كمان تنقبض وتنبسط علشان أعرف أجيب التليفون لحد عندي. طب كل ده خد ثانية؟ لا، أنا على طول بجيب الحاجة، يعني الموضوع سريع. بس دي بقى قدرة ربنا، إن أنا يبقى عندي جهاز عصبي متحكم في جسمي بالشكل ده، وده اللي احنا عارفينه. طيب العلماء اكتشفوا ايه؟ ان الجهاز العصبي ده مش شغال لوحده، شغال مع حاجة اسمها هرمونات. طب ايه الهرمونات دي؟ الهرمونات دي عبارة عن رسائل او مواد كيميائية بتتفرز في الدم وبتروح تعمل وظيفة معينة. طب تمام، بتتفرز منين؟ ليها جهاز كامل اسمه جهاز الغدد الصماء، واكيد سمعتوا عن حاجة اسمها غدة او اشتكيتوا منها، او حد قريبكم اشتكى ان عنده الغدة او الكلام ده. طب الغدة دي عبارة عن ايه يا مس سهير؟ الغدة دي عبارة عن حاجات صغيرة كده موجودة في الجسم هنا، وموجودة أسفل المخ، وموجودة عند الكلى. بتعمل ايه بقى؟ بتطلع هرمونات وبتتحكم في ردود فعلي، والهرمونات دي بتتحكم في ردود فعلي وفي جسمي، وفي ان انا اكبر، وفي ان انا اهضم، وفي ان انا اتكاثر، وفي ان انا ابقى انثى ولا ابقى ذكر. بتتحكم في حاجات كتير قوي. وعشان بس معظم الناس فاكرة هرمونات يعني بنت متضايقة هرمونات، بتعيط هرمونات، لا احنا مش كده، احنا مش مجانين. هي احنا عندنا هرمونات بتتفرز بتأثر على حالتنا المزاجية، ودي حاجة غصب عننا. يعني لما تلاقي مراتك مرة واحدة كده انت قايل لها ان انت بتحبها وجايب لها الدنيا كلها، ومرة واحدة قالت لك انت بطلت تحبني، عادي عادي جدا، قول لها لا يا روحي انا بحبك، واكد لها، وهي هتهدى عادي. واحنا ارق من كده بكتير. هتلاقيها مثلا بتقول لك مره واحده كده انا حاسه ان انت بتخوني النهارده، اقول لها لا يا روحي انا ما بخونكيش، عادي مشي الدنيا، هي مش كده شاكه فيك، لا هي عندها لخبطه غصب عنها، الهرمونات مأثره عليها غصب عنها، ده مش بمزاجها، دي حاجه برانه. طب انت كذكر عندك برضو هرمونات، بس الهرمونات بتاعتك اخف كده، هو هرمون بيطلع بيعمل صفة معينة، خلاص ما عندكش اللفة اللي عندنا في جسمنا دي.
فالدنيا عندك ابسط، عشان كده ايه تبقى راسي كده، رغم ان انتوا احيانا برضو الدنيا بتبوظ. بس نكمل. اول حاجة بقى قلنا الهرمونات هي مواد او رسائل كيميائية بتنظم وتنسق الانشطة والوظائف الحيوية في جسم الكائن الحي. طب بتطلع منين؟ قلنا من الغدد، او اسمها الغدد الصماء. يعني ايه صماء؟ يعني لا قنوية. يعني ايه لا قنوية؟ بصوا، مثلا لو انا قلت الافرازات بتاعة الانف، وسوري يعني مش بقرفكم بس بجد، افرازات الانف دي بتمشي فين؟ في قناة، صح؟ ليها هنا مكان معين مفهوش دم بتمشي فيه، صح؟ طب ما هي دي كده اسمها ايه؟ افرازات قنوية، ليها قناة ممر بتمشي فيه. طب الهرمونات ملهاش بقى قناة، بتمشي في الدم على طول، يبقى كده اسمها لا قنوية. يعني الغدد بتصب الافرازات بتاعتها اللي هي الهرمونات في مجرى الدم مباشرة دون المرور في قنوات. طيب يبقى ايه هي الغدد الصماء؟ غدد لا قنوية تصب افرازاتها اللي هي الهرمونات في الدم مباشرة. والدم هي الوسيلة او السبيل الوحيد اللي بتوصل بيه الهرمون للخلية المستهدفة. يعني ايه الخلية المستهدفة؟ انا مثلا عندي غدة، الغدة دي موجودة في المخ، بتطلع هرمون بيأثر مثلا على الهضم، فالهرمون ده عقبال ما يوصل للمعدة هيمشي فين؟ في الدم. المعدة هنا اسمها خلية مستهدفة، الهرمون رايح لها. طيب عقبال ما يتنقل، مين الطريق اللي هيمشي فيه؟ قلنا الدم، مفيش قناة بقى، هيمشي على طول في الدم. يبقى الخلية المستهدفة هي الخلايا التي يؤثر فيها الهرمون دون غيرها، يعني بيأثر فيها هي بس، وبتقع غالبا بعيدا عن موقع الغدة اللي بتفرز الهرمون، يعني بتبقى بعيد ما بتبقاش جنبه على طول. طيب واحدة واحدة بقى ناخد أهم الغدد. احنا عندنا 5 غدد، أو نقول مثلا إن كل واحد فينا عنده 4 غدد باستثناء، أو خليها 5 عشان ما لخبطكمش، خليها 5 غدد زي ما احنا عارفين. أول حاجة غدة اسمها الغدة النخامية، وباين من مكانها إن هي موجودة أسفل المخ. وغدة تاني اسمها الدرقية، ودي موجودة هنا على جانبي الحنجرة هنا. وفي غدتان قذريتان، قذرية وقذرية، فهم 2 فقلنا عليهم قذريتان، موجودين على الكلى. وفي غدة البنكرياس من اسمها موجودة على البنكرياس. وفي غدة الخصية في الذكر، يعني الذكر عنده غدتين على كل خصية في غدة، والأنثى عندها غدتين على كل مبيض في غدة. طيب واحدة واحدة كده تعالوا نشوف الجسم بيعمل كام هرمون. الغدد الصماء اللي عندي كلها بيطلعوا حوالي يعني أكتر من 50 هرمون. طيب وبكميات معينة. طب لو حصل خلل، يعني هرمون معين زاد أو قل، بيعمل حاجة اسمها خلل هرموني، وده مرض وبيبقى محتاج علاج وبيعمل مشاكل. يبقى ايه هو الخلل الهرموني؟ هو زيادة أو نقص إفراز إحدى الهرمونات. طب امتى يزيد أو ينقص؟ لو في عمل الغدة الصماء ديت بشكل غير طبيعي، يعني لو الغدة اشتغلت بشكل غلط مش طبيعي، بايظة، الغدة فيها مشكلة، فيها مرض، هتفرز الهرمون يا إما أكتر يا إما أقل، وده هيأثر عليا. طيب أول غدة هناخدها هي الغدة النخامية. ايه هي الغدة النخامية؟ تلعثم. ما ربنا يكون معاكم يا حبايبي وتحبوني. طيب الغدة النخامية هي غدة صغيرة في الحجم قد حبة الحمص، الحمصاية، فيها فصين، بصوا فص وفص اهو. طيب موجودة أسفل المخ، يطلق عليها بسيدة الغدد أو الغدة الرئيسية رغم إن هي صغيرة. يعني تخيلوا حاجة قد الحمصاية موجودة تحت مخي اسمها سيدة الغدد كلها، ست الغدد. طب ليه يا حاجة انت ستهم ليه بقى؟ تقولك عشان أنا اللي بتحكم في 3/4، ده أنا الهرمونات بتاعتي اللي أنا بفرزها بتتحكم في باقي الغدد كلها، أو مش كلها، 3/4، متزعلش نفسك. فهي كده مسيطرة على الجسم، يبقى عشان كده هي الغدة الرئيسية. يبقى لأنها تفرز هرمونات تنشط أنظمة معظم الغدد الصماء الأخرى. طيب هنا بقى بتطلع إيه؟ كل فص من الغدة النخامية بيطلع شوية هرمونات يعني مختلفة عن الفص التاني. فاحنا هناخد شوية هرمونات بتطلع منها اهو. أول حاجة هرمون النمو، وده هناخده بالتفصيل، الباقي دول قراءة بقى. تاني حاجة هرمون منشط للغدة الدرقية، يعني هي اللي بتشغل الغدة الدرقية، وهي اللي بتشغل الغدة الكظرية، وهي اللي بتشغل الغدة الثديية اللي هي بتفرز اللبن عند الرضاعة. يعني أنا ولدت وخلفت
مرة واحدة كده الغدد الثديية عندي بتشتغل واللبن بيخرج من الثدي. طب ازاي رغم ان انا قبليها وانا حامل ما كانش بيحصل ده؟ علشان خاطر لسه ما تشتغلش، يعني المخ عارف ايه اللي حصل. فانا اول ما خلاص ولدت، خلاص الجنين جه، قدرة ربنا بقى خلاص الغدة النخامية دي تقوم منشطة الغدة الثديية، فتقوم فارزة اللبن، فخلاص كده يبقى انا جاهزة دلوقتي ارضعه. يبقى انا عندي الغدة النخامية بتنشط الغدة الكظرية والدرقية والثديية، وبتنشط الغدة التناسلية. دوت امتى؟ قرب سن البلوغ، يعني هي اللي بتخلي البنت او الذكر يبلغوا. لما يقرب سن البلوغ بتاعتهم هي اللي بتنشط الغدد التناسلية عشان يبلغوا. طيب، وهي اللي بتنشط او بتفرز هرمون بينظم كمية المية بالجسم، وهرمون ميسر لعملية الولادة. يعني ايه؟ يعني احنا لما الست لما بتيجي تولد بيكون لازم ان الحوض عندها يفتح اكتر عشان الجنين يخرج، فهي اللي بتنشط الحتة دي انها تحصل بقى عشان يتيسر عملية الولادة. طيب، هناخد بقى زي ما قلنا هرمون واحد بالتفصيل من هرمونات الغدة النخامية، وهو هرمون النمو. طب من اسمه نمو يبقى هو بينظم النمو العام للجسم. طب بيكبر ايه في جسمي؟ يعني العضلات، العظام، اعضاء الجسم كلها، وهو اللي بيحدد الطول اللي الطفل هيوصل له بعد ما يبلغ. طب واحدة واحدة بقى، لو انا عندي هرمون النمو طبيعي هبقى في حجم باقي البشر طبيعي جدا زيي وزيكم وزي معظم الناس. طب لو انا عندي خلل في هرمون النمو اكتر او اقل بيحصل مشكلة. طب ايه اللي بيحصل مشكلة؟ لو الهرمون كتير بيحصل حاجة اسمها عملاقة، يعني شخص يبقى عملاق. طب ده امتى؟ امتى؟ لما يزيد افراز الغدة النخامية، يعني الغدة النخامية تطلع هرمون نمو كتير قوي في مرحلة الطفولة، فساعتها يحصل نمو مستمر فالشخص يكون عملاق. طب امتى اقول على الشخص ده عملاق؟ يعني انا ما جيش اي حد اشوفه طويل اقول له انت عملاق، لا. لما يزيد طوله عن مترين، ومترين ده يعني اللهم بارك يبقى حاجة كبيرة قوي. طيب، تاني مشكلة لو حصل نقص بقى إفراز، يعني الغدة النخامية طلعت هرمون نمو قليل، بيحصل حاجة اسمها القزامة. يعني ايه القزامة؟ يعني يبقى قزم، يبقى صغير خالص زي الكتكوتة ده. فهنا بيحصل ايه؟ بيتوقف نمو الجسم وبيصبح قزم. طب امتى اقول ان الشخص ده قزم؟ يعني ما يجيش حد يقول لي مس ما انت طولك مقوي قلبك، هقول له لا يا حبيبي انا 155 فانا طويلة. انما قزم ده يبقى طوله اقل من المتر، يعني اقل من المتر يعني يبقى كده مثلا، فاهمين؟ يعني كانه عيل في ابتدائي او اقل كمان من اللي في ابتدائي، والله ساعتها نقول عليه قزم. طيب، تاني غدة اسمها الغدة ايه؟ الدرقية، قلنا موجودة هنا على جانبي الحنجرة. اول حاجة بيقول لي بتتكون من فصين، تمام، وفي حاجة ان هي تشبه الفراشة. يعني بصوا لو جيت هنا اهو، دي اهي ودي الغدة اهي، الله ايه رأيكم؟ استنوا، باينة؟ تحسوها فراشة صح؟ انا مش شايفة بس فراشة جميلة اهي. نعمل نقط كده، ها، وادي القرنين بتوع الفراشة. فراشة ولا مش فراشة؟ يبقى الغدة دي شبه ايه؟ الفراشة. طيب، بتوجد في الجزء الأمامي للعنق أسفل الحنجرة أهي، تحت الحنجرة على جانبي القصبة الهوائية، يعني هنا عند الحنجرة تحتيها وعلى جانبين القصبة الهوائية. طيب، بتفرز هرمونين، واحد اسمه ثايروكسين، تاني ثايروكسين. انطقوا الأسامي والنبي عشان بتنطقوا حاجات غريبة. اسمه ثايروكسين. طب الثايروكسين ده اسمه التاني درقين. تاني، هي غدة درقية بتفرز درقين، اسم التاني للدرقين ثايروكسين. طب ايه بقى الهرمون اللي اسمه عبيط ده؟ ده هرمون بيعمل دور رئيسي في التحول الغذائي في الهضم بتاع الطعام عشان يطلع لي الطاقة من المواد الغذائية. يعني أنا كلت الأكل اتهضم، المفروض يتحول لطاقة. مين اللي بيحوله لطاقة؟ الثايروكسين أو الدرقين. طيب، تاني هرمون اسمه كالسيتينون، والكالسيتينون دوت من اسمه كالسي، بصوا كالسي تفكرني بالكالسيوم، يبقى بينظم مستوى الكالسيوم في الدم. يبقى تاني كالسيتينون بينظم الكالسيوم. طيب، ثايروكسين او درقين الاتنين نفس الحاجة، بينظم هضم الطعام او التمثيل الغذائي واطلاق الطاقة من العناصر الغذائية. هنا بقى بيقول لي ايه؟
هرمون الثيروكسين بيبقى موجود في عنصر اسمه اليود. حلو يا مس، يعني انا لو باكل حاجات فيها يود هيبقى عندي ثيروكسين. حلو. طب يا مس ايه الحاجات اللي فيها يود؟ اللي موجود فيه يود هو ملح الطعام. يعني انا يا مس بقى ايه، اكل ملح كتير وامي ما تزعليش وتقولي هيجيلك املاح؟ لا يا حبيبي، هيجيلك فعلا املاح، اسمع كلام ماما، انا مش هفهم اكتر من ماما. بس لو انا مانع الملح خالص انا هيكون عندي مشكله في الهرمون بتاع الثيروكسين، مش هيتكون بسهوله في جسمي. طب لو انا مكتر الملح قوي انا هيكون عندي ثيروكسين كتير، فهيحصل لي برده مشاكل. فاحنا خير الامور الوسط، يعني نعدل نفسنا، ولا نمنع الملح ولا نزود الملح. طيب هنا بيقول لي اهو عنصر اليود بيدخل في تركيب هرمون الثيروكسين اللي ليه دور يعني في التحويل الغذائي بالجسم. هنا بقى لو حصل خلل في الثيروكسين، يعني في خلل في الغدة الدرقية فعملت خلل لهرمون الثيروكسين، يعني زاد أو قل. سواء زاد أو قل بيحصل نفس المرض، مرض اسمه الجويتر. اسمه ايه؟ الجويتر أو التضخم، يعني ورم. طب التضخم أو الجويتر ده دي نوعين، أحيانا بيكون اسمه جويتر بسيط وأحيانا بيكون اسمه جويتر جحوظي. طب يعني ايه بسيط ويعني ايه جحوظي؟ لو انا عندي نقص في الثيروكسين، يعني ما باكلش حاجات فيها يود، يعني مقلله الملح خالص منعاه مثلا، وما باكلش حاجات فيها يود، فالثيروكسين مش بيتكون في جسمي، ساعتها هيبقى عندي الجويتر البسيط. طيب وساعتها هيحصل تضخم الغده الدرقيه وتضخم العنق، يعني هورم. مش شرط الورم يكون اوفر زي كده، بس هيبقى فيه ورم هنا في الغده عامه، وده يمكن ناس كتير بيجيلها عادي. هنا بقى ده الأصعب شوية، لو جه الجويتر الجحوظي ده بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية لهرمون الثيروكسين، يعني الغدة مطلعة هرمون بزيادة، فساعتها بيجيلي جويتر جحوظي، وده بيبقى الغدة بتورم، يعني برضو بيحصل ورم، بس مع الورم في جحوظ العينين، يعني العين تبقى بارزة لبره كده مبرقة، ونقص في الوزن وسرعة انفعال، يعني شخص يبقى عصبي رفيع عينه مبرقة عنده ورم، كل ده بسبب زيادة الثيروكسين. يبقى أنا أحفظ واحدة وأعكس التانية. خلاص. طيب تالت غدة هناخدها هي غدة البنكرياس. طب الغدة دي أول حاجة في معلومة عنها كده هقولها لكم عشان هنحتاجها قدام. البنكرياس ليه فايدتين في جسمي. في ناس كتيرة بتسمع اسم البنكرياس في الجسم وما تعرفش هو بيعمل ايه. أول حاجة الغدة بتاعت البنكرياس دي هتبقى مسؤولة عن حاجات احنا هناخدها دلوقتي بالتفصيل. تاني حاجة البنكرياس نفسه بيطلع عصارة بتهضم الطعام. العصارة دي بتمشي في الأمعاء الدقيقة، بتمشي في القناة بتاعت الأمعاء الدقيقة، بتقوم هضم الطعام. يعني أنا لما باجي أهضم، بصوا احنا ايه اللي بيحصل؟ أنا كلت الأكل، أول حاجة بيتهضم في الفم، بعد كده بلعت بينزل المعدة، المعدة بتفرز عليه حمض بتهضمه، بس مش بتقدر تهضمه خالص، فبيخش للأمعاء الدقيقة تكمل الهضم. طب الأمعاء الدقيقة دي بتهضمه ازاي؟ بالبنكرياس ده بقى، الكبد والبنكرياس بالظبط بيطلعوا عصارات اسمها العصارة الصفراوية لو سمعتوا عنها، دي بتهضم الطعام. فهنا أنا ممكن أقول معلومة حلوة بقى، إن البنكرياس قنوي ولا قنوي. قنوي يعني بيفرز عصارة بتهضم الطعام في القناة بتاعت الأمعاء الدقيقة، يعني دي قناة بيفرز فيها عصارة عشان يهضم. وفي نفس الوقت لا قنوي لأنه بيطلع هرمونات تمشي فين على طول؟ في الدم. يبقى أنا عندي البنكرياس قنوي ولا قنوي. قنوي ليه يا مس؟ عشان بيفرز حاجة في قناة مسؤولة عن هضم الطعام. طب غير قنوي ليه؟ لأنه بيفرز هرمونات في الدم على طول ملهاش قناة. طيب واحدة واحدة بقى. أول حاجة البنكرياس موجود فين؟ ما بين المعدة وما بين الأمعاء الدقيقة زي ما لسه قايلة لكم. بيفرز هرمونين، واحد اسمه أنسولين والتاني اسمه جلوكاجون. تاني أنسولين جلوكاجون، أنسولين جلوكاجون. طب الأنسولين بيعمل إيه؟ وظيفته إن هو بيخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي. يعني هقول لكم حاجة، أكيد سمعتوا ناس بتاخد حقن أنسولين، وسمعتوا عن مرض السكر ده منتشر جدا صح؟ طب صلوا على النبي بقى، هي الناس اللي عندها مرض السكر دي ايه المشكلة اللي عندها؟ واحنا كناس سليمة ليه ما عندناش مرض السكر زيهم؟ وليه مش محتاجين ناخد انسولين زيهم؟ احنا لما بناكل يا سنة تالتة كل الاكل بيتحول لحاجة اسمها سكر جلوكوز. تمام، عارفين المعلومة دي يا مس؟ سكر الجلوكوز ده بيمشي في الدم وبيتوزع على جسمي كله وبيديني الطاقة. طيب لو هو زيادة، يعني السكر عندي زيادة،
بيبقى الانسولين دوت بياخد السكر الزياده بيخزنه، يشيله في جسمي بقى. يشيله فين؟ يا اما في الكبد يا اما في العضلات. طب لما يتشال بيبقى سكر الجلوكوز اسمه جلايكوجين. يبقى تاني كده عشان ما تتوهوش مني، انا عندي اهو، هكتبها هنا على جنب اهي، خليكوا فاهمين ان الحته دي ايه شرح ليكوا مش مطلوبه قوي. انا عندي اي طعام، نصغر الخط شويه، بيتحول لسكر جلوكوز اهو. تمام. لو السكر ده زيادة بيتخزن في الكبد والعضلات. تمام. وبيكون اسمه جلايكو اهو جين. حلو قوي كده. طيب انا عندي هنا بقى ايه؟ هرمون الانسولين دوت بقى بيعمل ايه؟ زي ما قلنا لو السكر زيادة هيخليه يتخزن فين؟ في الكبد والعضلات. يبقى اهو لو عندي هرمون الانسولين وظيفته بيخفض مستوى السكر في الدم. تمام. بيعمل ايه؟ بيحفز خلايا الجسم ان هي تمتصه عشان تستخدمه وتاخد طاقة. طب لو هو برضو لسه زيادة بيحفز خلايا الكبد اهو على تخزين سكر الجلوكوز الزائد عن حاجة الجسم في صورة ايه؟ جلايكوجين. طب تمام. تاني هرمون اللي هو الجلوكاجون عكس الانسولين، يعني احفظ ده واعكس ده. مش ده كان بيخفض مستوى، ده بيرفع مستوى السكر بقى للمستوى الطبيعي عن طريق ان هو بيخلي خلايا الكبد يطلع السكر اللي هي مخزناه ويتحول تاني من جلايكوجين لسكر جلوكوز ويبقى متاح للجسم. يعني تاني احنا كلنا بناكل حاجات فيها سكر. انا مثلا دلوقتي كلت شوكولاتات وحاجات كتير فيها سكر، فالسكر زاد في جسمي. اول ما يزيد هيتفرز عندي انسولين من الغده بتاعه البنكرياس، يقوم السكر الزياده ده جسمي ياخده يقوم مخزنه. خلاص انا مش هتعب لانه اتخزن، الزياده اللي كان مضايقني اتشال ويفضل السكر في المستوى الطبيعي. طب العكس، انا النهارده ما اكلتش طول اليوم والسكر قليل في جسمي، يقوم البنكرياس مطلع هرمون مين بقى؟ جلوكاجون، يقوم رايح عند الكبد والعضلات هاتوا السكر اللي متخزن خلوها تستخدمه، فاستخدمه وما دوخش وما تعبش. يبقى انا تاني دايما السكر عندي منتظم عشان عندي الهرمونين دول. طب في ناس عندها خلل في الغده بتاعه البنكرياس، فساعتها يا اما السكر بيعلى وبياخدوا انسولين عشان يقللوه، يا اما السكر بيقل وبيغمى عليهم، وده كتير قوي بيعلقوا محاليل فيها سكر جلوكوز وبيفوقوا. بيتعلق محلول اسمه جلوكوز، واكيد سمعتوا عن الكلام ده صح؟ طيب واحده واحده بقى. هنا بيقول لي اهو المخطط ده بيوضح اللي انا بقوله لكم يا سنه تالته. مثلا السكر قل عند انخفاض نسبه السكر، ساعتها البنكرياس السكر قليل يعني محتاجه سكر، يقوم مطلع جلوكاجون. الجلوكاجون هيجيب السكر منين؟ يروح للكبد او العضلات، يقوم مطلع منه الجلايكوجين ويحوله لسكر جلوكوز، فيزيد مستوى السكر للمستوى الطبيعي. طيب لو زاد زيادة عن اللزوم ساعتها بقى يستجيب البنكرياس برضو، بس يطلع مين عشان يقلله؟ الأنسولين. فالأنسولين يخلي الجسم يمتصه ويخلي الكبد أو العضلات تاخدوا السكر الزيادة ده شيليه عندك وسميه جلايكوجين، فساعتها السكر يقل ويرجع للمستوى الطبيعي تاني. طيب دي أسهل حتة إن انتوا تحفظوا واحد وتعكسوا التاني. دي أنا قلتها لكم من شوية اللي هو ليه البنكرياس قنوي ولا قنوي، وديت ليه هو مزدوج الوظيفة عشان بيطلع هرمونين عكس بعض، واحد بيقلل والتاني بيزود السكر. بعد كده مظاهر الخلل في إفراز هرمون الأنسولين، يعني لو في خلل أو نقص غدة البنكرياس مش بتطلع أنسولين كتير، ساعتها بيبقى الشخص ده عنده السكر، وده المنتشر بيبقى عنده مرض اسمه البول السكري. ليه اسمه كده؟ لأن احنا بنكتشف من البول بتاعه ازاي. لو السكر زيادة في الجسم ومفيش أنسولين يخزنه في الكبد والعضلات بيخرج مع البول، فالشخص دوت بيبقى عنده أعراض زي إن هو على طول عطشان، وإن هو بيتكرر عدد مرات التبول، بيخش الحمام كل شوية، فبيشك إن عنده سكر يروح يحلل، يطلع بقى إيه في تحليل البول، يطلع إن في سكر في البول،
ايه بقى السكر في البول ده؟ معنى كده ان السكر في الجسم كان زيادة وما تخزنش فخرج مع البول. طيب يبقى انا عندي البول السكري هي حالة مرضية تحدث بسبب نقص افراز هرمون الانسولين، مما يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم وخروجه مع البول. طب واحدة واحدة بقى، ليه بيحصل؟ قلت لان البنكرياس ما بيطلعش هرمون انسولين. طب ايه اعراضه؟ الاحساس الدائم بالعطش وتعدد مرات التبول، وساعتها لما بياخد حقنة انسولين علشان يقلل مستوى السكر للمستوى الطبيعي. يعني احنا نحمد ربنا ان الانسولين ده حاجة تلقائي في جسمي مش محتاجة اخدها في حقن، لان الناس اللي عندها سكر بياخدوا الحقنة دي بشكل يومي، لان هما كل يوم هياكلوا، فكل يوم الاكل هيتحول لسكر جلوكوز، فكل يوم محتاجين يخلوه في المستوى الطبيعي، فلازم ياخدوا يعني الانسولين ايه كل يوم. طيب ربنا يشفي الجميع يا رب. رابع غدة هناخدها هي غدتان الكظريتان، ودول موجودين فوق الكليتين، يعني كل كلية فوقيها غدة كظرية. طيب بتعمل ايه؟ الغدد الكظرية بتفرز هرمون اسمه الادرينالين، واكيد سمعت عنه. هرمون الادرينالين ده بيحفز اعضاء الجسم المختلفة للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، زي الخوف او الغضب او الانفعال. يعني مثلا انت قاعد ومفهم ابوك ان انت قاعد ايه بتذاكر وماسك التليفون، وحاطط بقى التليفون كده في الكتاب وقاعد في امان الله وبتتفرج بقى على التيك توك والدنيا جميلة. مرة واحدة لقيت بابا فتح الباب، انت مرة واحدة جالك حالة نفسية وهاتك يا رعش بقى، وما شاء الله انت جسمك مش على بعضه كده، وابوك بقى يقولك انت اتخضيت ليه؟ انت بتعمل مصيبة. وحتى لو انت قاعد ما بتعملش حاجة وفتح الباب مرة واحدة بنتخض. فما علينا يعني ليه الخضة دي، وليه جسمي اترعش، وليه بنحاول نبان طبيعيين؟ يعني في وسط ما انا مرعوب بحاول بقى بابا عامل ايه ازاي حضرتك. طب ده ليه؟ ايه اللي خلى جسمي يتوتر كده؟ هرمون الادرينالين ده، يعني ده السبب في المصايب كلها. يعني انا لما بتوتر مرة واحدة او يحصل حاجة مفاجأة طوارئ، هرمون الادرينالين بيطلع من الغدة الكظرية علشان يخلي جسمي يستجيب ازاي؟ الرعشة دي مش معناها ان انت خايف، معناها ان انت مرعوب. معناها ان جسمك عايز يجري. يعني ايه عايز يجري؟ لما انت بتترعش كده جسمك عمال يقولك سيب المكان ده واجري، عضلاتك بتتحرك بسرعة عشان تجري تهرب. برضو مسؤولة عن ردود الفعل بقى عامة في المطلق. يعني مثلا تلاقي ناس عندها الادرينالين ده بزيادة، يعني احنا عارفين ان اي حاجة بتعمل خلل صح؟ الادرينالين ده بقى لو زاد او قل بيعمل عبط مش خلل. يعني الادرينالين ده لو زاد تلاقي مثلا واحدة حاجة طبيعية جدا قلم وقع مثلا، تلاقيها يا لهوي وتتخض وتصوت وتقوم تجري وحاجات عبيطة كده. تلاقي مثلا واحدة خطيبها جاب لها هدية مثلا في الشارع بقى، تلاقيها بتصوت وبتتنطط وبتلطم يا ماما اهدي. بس ده غصب عنها، ده الادرينالين. في العكس بقى لو الادرينالين قليل يبقى حد بارد، اللي هو مثلا البيت بيولع، طب يلا امشي بقى عادي عادي الدنيا هادية. فانا عندي الادرينالين هو بيعمل ردود افعال زي ما قلنا. اهو هنا بيقولك ما النتائج تعرض شخص لموقف مخيف كهجوم كلب مفترس. تخيلوا كده بعد يعني هقول لكم على حاجة. مثلا انا عندي اخويا بينزل يصلي الفجر في المسجد، اقسم بالله انا مرة كان الشيخ بيأذن، خلاص أذن واخويا نزل، الشيخ بقى بيسلم اللي هو السلام عليكم دي، وانا عارفة ان اخويا بيصلي في المسجد اللي فيه الشيخ ده. المهم انا لقيت الشيخ بيقول السلام عليكم، السلام عليكم دي انا لسه بقول اخويا زمانه طالع وهقوم اجيب له المفتاح، انا لقيت اخويا بيخبط، ما فيش وقت للتفسير. ايه بقى جاي ما شاء الله في 5 كلاب في الشارع، سمع هوهوتهم بقى، سرعته ما شاء الله بقت دبل 2، اللي هو اللي بيمشي عادي بعد ما بيخلص بيتمشى، لا هو ما شاء الله طار. طب ليه؟ اول ما شاف الكلاب طبعا جسمه ادرك ان في خطر، طلع هرمون الادرينالين، جسمه اترعش، العضلات اتحركت بسرعة، بقى دبل 2 في ساعتها بقى في البيت. طب ده ليه؟ ده بسبب الادرينالين. يبقى انا اهو الغدة النخامية اول حاجة هي اللي اصلا هي اللي بتنشط الكظرية، هتنشطها ساعتها هيطلعوا ادرينالين هيخلي الجسم يستجيب بقى ويهرب. اخر غدد يا سنة تالتة اخيرا، غدتين الخصية في الذكر وغدتين المبيض في الانثى. في الذكر بيفرزوا هرمون اسمه تستوستيرون، تاني تستوستيرون. طب ده مسؤول عن ايه؟
عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الذكر، ان هو الواد بقى يطلع له شنب اعدادي ده، صوته يتخن، يا ماما يشوف نفسه كبير، الحاجات بقى اللي عند الذكر دي، ينمو عضلات، يطلع دقن، الحاجات دي. وهنا في معلومة يعني ان الصوت بيتخن لان الاحبال الصوتية عند الذكر بتبقى قصيرة، فده بيخلي الصوت تخين، واحنا العكس الاحبال الصوتية عندنا طويلة فده بيخلي الصوت رفيع. ما علينا يعني. تاني حاجة، المبيض بقى في الأنثى بيطلع هرمونين، الاستروجين والبروجستيرون. طب الاستروجين ده بيظهر الصفات الجنسية الثانوية في الإناث، اللي هي البنت بقى ينمو عندها يعني تبقى بنت، برضو يبقى صوتها رفيع، تبقى رقيقة أكتر، الحاجات بقى بتاعت البنات دي. طيب البروجسترون دوت بيحفز نمو بطانة الرحم، يعني بيخلي الرحم مهيأ لاستقبال الجنين. طيب ده الملخص بتاع كل هرمون بيتفرز منين وبيعمل ايه، ده مهم جدا تكتبوه وتراجعوه. وخلاص يعني هو الدرس مفهوش حاجة تاني، فأتمنى أكون فدتكم بحاجة كويسة، وإن احنا نوصل لحاجة كويسة معاكم يا رب. والحمد لله ان احنا خلصنا المنهج، يعني الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. وما تقلقوش، المراجعة كده كده هتنزل لكم مراجعات قوية جدا جدا جدا. فاستنوني في المراجعات، وانا هسيب لكم برضو في الوصف وفي التعليقات لينك الفيس والتيك توك وقناة الواتس اللي هينزل عليها كل حاجة، وهينزل تفاصيل المذكرة بتاعت المراجعة النهائية عليها كمان. وبحبكم قوي وباي باي.